تقدم شكواه، لكن الموظفة لم تتمالك نفسها أثناء حديثها مع المشتكي من شدة بساط وخفة دم. فما هو الحوار الذي دار بينهما بين الموظف وبين المستخدم الذي يطلب المساعدة من شركة الاتصال؟ لنتابع. بيته بالخمسة كارت آسيا بالخمسة استوى عبيته خلص أخذتوه كله. ليش؟ أنا متداين $3. اي هو هذا الخط. ساحب رصيد 6 مرات اخي العزيز، مطلوب 6900 عم بتحاسب بخمسة. ايه بقيت مطلوب فقط 1600. يو يعني $1 قد تاخذون عليه ربا؟ 150 دينار. ادري هسه انتم عايزين تاخذون من عندي بالربا، والله العظيم عماله. بعد حالنا اخي هذا النظام وانا ابلغك. والعباس فقيران والله، الله شال حتى مرتي شردت من قد ما داني من الشركه، كل ما يجيب الكارت اعبيه تاخذونه قبل. انا هسه وين الطوجي؟ اعتذر من حضرتك اخي العزيز. حاولي تلغي لي الخدمه من يمك حتى ما داين بعد. ما تلغي، لازم يصير عندك منشدات القرض ترسل من 0 إلى 3188. ما اعرف انت شفتي ليش نعيه تقرا وتكتب؟ انا نعيه وين اعرف اقرا وين اكتب؟ لا العفو من حضرتك. والعباس كل شيء ما اعرف. اي واحد يدك ممكن يساعدك، يرسل 0 إلى 3188 عاد شلون تاخذ قرض اذا تعرف ترسل الالغاء؟ مو انا داين هيك نجمه 2. هاي علمتني مرتي اليوم يمكن اطلقها من وراها. 8 شباك الداين. انتم بتشتغلون بالفايز، الله مرزقكم شركات بالسناتير. هسه انا قاعد بلا جار وعبيته بالخمسه اخذتوه كله وتطلبون لي بعد $1. وين الطوجي؟ سود ابوي عليه الفقر هذا راح ابدني خطي. ثاني اقدر اساعد حضرتك؟ لا والله اللي يساعدنا يريدها من الله. كونوا بالشركه ترقع كورونا ويروحوا ياخذونه للدكتور، الدكتور بيه كورونا يموت، السياره تعطل بالشارع وماكو سياره تمر عليه. هذا بالشركه.